أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن جريمتي السب والقذف في قانون العقوبات المصري. طبعا جريمتي السب والقذف من الجرائم طبعا اللي بتصيب الإنسان من شخص آخر. طبعا يعني كلنا ما نحبش حد يشتمنا أو يقذفنا بأي ألفاظ، وطبعا القانون المصري وقف بالمرصاد لمن يرتكب هاتين الجريمتين عندما يتعدى شخص على شخص آخر بهاتين الجريمتين، اللي طبعا الأذى النفسي بيبقى أصعب حاجة، بتؤدي إلى نتيجة إن الإنسان بيروح بيته وبعدين بيتذكر إن هذا الشخص قام بسبه وقذفه بأبشع الألفاظ. وطبعا الشخص المشتوم أو المقذوف بيبقى مش عارف يعمل إيه وبيبقى تايه وفي حيرة من أمره، ولكن القانون المصري وقف بالمرصاد لكل شخص يسب شخص آخر ولكل شخص يقذف شخص آخر، وأعطى له عقوبة بموجب نصوص مواد قانون العقوبات. ولكن عايزين نعرف ما هو السب. السب هو الشتم، سواء كان صريحا واضحا أو باستعمال ألفاظ توم إليه، وهو إلصاق العيب أو تعبير يحط من قدر الإنسان نفسه أو يخدش حياءه لدى غيره. زي إيه الكلام ده؟ زي أن يكتب الإنسان أن فلان حيوان أو عديم الأخلاق إلى غيره من الألفاظ التي تعبر عن السب. أما بالنسبة لجريمة القذف فهي جريمة مختلفة تماما في معناها عن جريمة السب. والقذف معناه إسناد أمر معين إلى شخص معين، بحيث لو صدق هذا الأمر لأوجب عقاب الشخص المقذوف، كأن يقول أحد الأشخاص إلى شخص آخر أنك لص أو مرتشي أو مزور، وبالتالي هذه جرائم من الجرائم المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات المصري. فلو صدقت هذه الاتهامات بالتالي يعاقب عليها الشخص المقذوف، فلا يجوز قانونا أن نقوم بقذف شخص بريء من هذه التهم. وإذا اتضح أن هذا الشخص بريء من هذه التهم فبالتالي تعد الأقوال التي وجهت إلى هذا الشخص على سبيل القذف المعاقب عليه بموجب نصوص قانون العقوبات المصري.